خليني أروح لجدة وزميلي ضيف الله الصقر متواجد هناك وتكريم بعض اللاعبين. ضيف الله تفضل، الكلمة لك. مرحبا أخوي هيثم، يا أهلا وسهلا لك ومساء الخير لمستمعي إذاعة يوفم. حياك الله. ومساءنا وطن وتشجيع الوطن إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقنا يوم الأربعاء في نهائي خليج 22 ونتوج باللقب إن شاء الله. اليوم مجموعة دشيشة طبعا للتميز الرياضي دائما تسعى لتكريم الرياضيين والتمييز الذين يحققون إنجاز باسم الوطن. هذا يمكن تقريبا يتواصلون، وللمرة الأولى نرى رجالات أعمال أو قطاع خاص يقوم بتكريم الرياضيين، وهذه بادرة يشكرون عليها. سبق في برنامج جول قبل كذا هذه البادرات التي تقوم بها المجموعة. أيضا اليوم مكرمين الرياضي طبعا الكابتن عبد الله الشربتلي لتحقيق ميداليتين ذهبيتين في آسيا، وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة هاني النخلي أيضا لتحقيق إنجازات وطنية ميداليات ذهبيتين. بالمناسبة يتواجد معنا الدكتور الفنان عبد الله رشاد في هذه المناسبة. نبي نتحدث عن المناسبة وأيضا نتحدث عن الرياضة بشكل عام. كابتن أهلا فيكم إذاعة UFM. أنا من ملتقى دشيشة العالمية. أتقدم بالشكر الجزيل لكم ولهم لدعمهم لهالبوادر الاجتماعية واللفتات الإنسانية الرائعة اللي تخدم أبناء الوطن وتدعم التميز. لذلك احنا نقدم لهم الشكر الجزيل لدعم هذول الأبطال اللي حصلوا على جوائز متميزة في مجالات الرياضة، سواء الفروسية أو ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا احنا عندنا حملة طبعا لدعم المنتخب السعودي، بما أنك أنت أحد الرياضيين سبق لك أغاني وطنية دكتور عبد الله رشاد. يعني بهذا المناسبة من خلال إذاعة يوفم الجماهير تحتاج إلى كلمة منك. بالنسبة لمنتخبنا الغالي احنا نتقدم له بالدعاء دائما وأبدا بإذن الله أنه يكون في مقدمة المنتخبات ويكون إن شاء الله جدير بهذه البطولة اللي تعتبر بطولة أخوية، بطولة تضامن، بطولة محبة لبطولة الخليج العربي، ونتمنى لهم التوفيق. أطلب من الجماهير أيضا المشاركة والدعم بالروح المعنوية القوية لمنتخبنا، وإن شاء الله بالتوفيق سواء كسبان أو خسران. هي تعتبر منافسة شريفة ومحبة. شكرا. يعطيك العافية كابتن. طبعا معي أيضا أحد المحترفين الفارس الأنيس نقول عبد الله الشربتلي. عبد الله، أول شيء نبارك لك هذه الميداليتين وتحقيق إنجاز الوطن. الله يخليك، الله يبارك فيك. تسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى والحمد لله والشكر لله. دائما الفروسية السعودية في المقدمة. الآن عبد الله بسألك عن التكريم من خلال رجال الأعمال، القطاع الخاص يقوم بتكريمك مجموعة الجيشة. هذا التكريم اللي أي رياضي يتمنى أن يكون هناك تكريم لها، حتى لو قيمة تكرم من الرياضيين. والله هذا الشيء جدا فخر لنا كبير، ونحب نشكر الأستاذ الدكتور عبد الله دشيشة وأيضا الأستاذ الدكتور إبراهيم دشيشة أيضا على اهتمامهم وعلى دعمهم رياضة الفروسية ورياضة السعودية كلها كافة. وهذا شيء جدا جميل وجدا نفتخر فيه كرياضيين. واتمنى ان هذا يكون حافز كبير لرجال الاعمال والقطاع الخاص وايضا القطاع العام في المستقبل انه يكرموا الابطال السعوديين. هذا شيء جدا جميل وشيء جدا نفتخر فيه كرياضيين، واتمنى ان شاء الله باذن الله انه في المستقبل انه ايضا يكون هذا الشيء حافز لرجال الاعمال والقطاع الخاص. وهذا الشيء يعني كان جدا جميل وجدا رائع. مجرد انه تكرم هذا شيء جدا جميل، انه مجرد انه يعني تقدر كأنت كمواطن سعودي قدمت شيء لبلدك، شيء جدا جميل. وانا ايضا انا يعني جدا سعيد وجدا فخور، واحب اشكر ايضا الاستاذ عبد الله والاستاذ ابراهيم على دعمهم واشكر. منتخبنا مقبل على انجاز ايضا يوم الاربعاء رياضيا كرة قدم، انت بتتابع كفارس، كيف انت تابعت البطولة؟ متابع، وان شاء الله باذن الله توفيق دائما المنتخب السعودي ان شاء الله. احنا معهم
بدعائنا ان شاء الله، والله يوفقهم ان شاء الله. احنا في اذاعه يوفم عاملين حمله لدعوه الجماهير وتحفيزهم، انت كرياضي وقدمت انجاز للوطن، كلمه الجمهور السعودي. دعواتكم هي اهم شيء، اهم من اي شيء ثاني دعواتكم، لانه هي الدعوات هي اللي ممكن تفيد، ما شيء ثاني ما راح يفيد. ودعواتهم لنا ان شاء الله. احنا عندنا ايضا بطوله دوليه الاسبوع الجاي اللي بعده واللي بعده ان شاء الله. يعطيك العافيه. استاذ خالد قاضي طبعا المستشار الاعلامي للمجموعه، هذا التكريم انت كرجل اعلامي ومخضرم كيف تراه يعني انعكاسه للرياضيين؟ اولا امسي بالخير على مستمعي يو اف ام، ومعليش انا حناخذكم من الكوره شويه للدقائق القادمه، لكن هذا التكريم يعني مش المره الاولى ولا الثانيه من المنتج السينمائي العالمي الاستاذ ابراهيم دشيشه وشركه مخرة في لندن، والان حيكون التكريم بعد شويه بحضور والده الاستاذ دشيشه. وقبل اسبوعين كان في تكريم ليوسف المسرحي 100,000 ريال، وسلطان الحبشي بمناسبه حصولهم على ذهبيتين في كوريا. شرفنا الفارس العالمي الكبير عبد الله شربتلي، وحيكون التكريم 100,000 أسوة بزملائه. يعني حفله كريمه من جائزه ابراهيم دشيشه لتكريم الرامي اللي نفتخر به كلنا بمناسبه حصوله على ميداليه ذهبيه في القرص وفي الجمله في الدوره الاسيويه للمعاقين بقيمه الدوره العالميه. وطبق انه هاني الدخلي حقق ثاني العالم، ايضا عبد الله شربتلي كلنا نذكر في السنه كان ثاني العالم في بطوله يعني زين منتخباتنا لكره القدم، الهم حق علينا كبير. وهذه حقيقه شكر خاص مني وللزميل ولمدير الاذاعه محمد خليل انه يعني اعطوا وقت لهذا التكريم، وشكرا لصاحب المبادره الاستاذ ابراهيم دشيشه، والشكر موصول لاذاعه يو اف ام. يعطيك العافيه خالد. طبعا اخوي هيثم على اخر تغطياتنا. جميل. نعود لك بالصوت طبعا لمواصله بقيه فقرات البرنامج. جميل، شكرا زميلي ضيف الله الصقر. بكل تأكيد من يقدم أي شيء لهذا الوطن يستحق التكريم.